في بنزرت 7 قضايا. الأسباب والناس في التحريات اللي وصلنا لتو معظمهم الناس المورطين هذوما هما أعوان حظائر عرضيين تم انتدابهم ثم التخلي عليه، هما اللي قاموا بالعملية هذه حسب التحريات لأسباب شتى. السبب الأولاني أنه باش يخدم تو في الفترة هذه ويستنجدوا به في تعزيز عملية إطفاء الحرائق، ومن بعد ينجم يستغلها باش يهز الفحم هذاك اللي موجود غادي. هذا في جانب. في جانب ثاني ثم سبب هو خلافات عائلية بين الناس الموجودين غادي حول ملكية أراضي. في السبب الثالث هو ثم ناس تسعى إلى وجود فجوات باش تعمل مراعي غادي، لأن الأراضي هذه موجودة على ذمة الغابات، وقت اللي تتحرق هو ينجم يحط مراعي، والكلنا نعرفوا بعد الرماد راهو أحسن سماد للأرض والرماد. هذه معناها في الأسباب الأولية لنشوب الحرائق هذه. احنا اون باراليل في الحكايه هذه وخصوصيه الوضع، خاطر زاد احنا كحرس وطني مهامنا الاولانيه هي تامين الحدود والعمل الامني ومساندة ومعاضده زاد مجهودات اخواننا في الحمايه المدنيه وفي الغابات والجيش وكل شيء، ولكن احنا مواصلين في التحريات والايقافات وصلت كما قلت لكم 4 في جندوبه وزوز في بنزرت، ولكن ما زلنا مواصلين. خاطر في باجه زاد بشرنا قضايا، واعتقد انه رغم صعوبه قلت لكم التحقيق في قضايا حرائق من نوع هذا باش نوصلوا الى نتائج معنا. هذاك علاش كي نرجعوا تو نقولوا ثم اسباب طبيعيه ثم اسباب اجراميه، ونزيد ناكد انه خاطر نسمع اتوري اترافير رغم اسقاطنا عدم معناها العامل الارهابي يبقى في الخدمه ديما نخدموا، خاطر في بلايص هي على الحدود وفيها الجانب هذا ما اسقطناهش، لكن التو ما عندنا حتى دليل مادي في التحريات ان وصلنا الى دليل انه يكفوا وراه مجموعات ارهابيه. وبالمناسبه هذه نحيي الناس كلها اللي دخلت، وبالاخص وحداتنا الحدوديه اللي موجوده في داخل الغابات هذه. احنا عندنا مراكز حدوديه في الحرس الوطني تقوم باداء واجبها بخلاف اللي تساند في الناس قاعده تادي في واجبها وسط النيران. من عندنا مراكز في داخل الجبال هذه وعلى معناها الحدود الاخرى. بالنسبه للتنسيق مع الجزائر، عندنا تنسيق احنا مع الجزائر في الميدان الامني ولا في مجال معناها الحرائق هذه، ومتزامنه زاد حتى هما موجوده عندهم حرائق في الوقت هذا، والاوضاع نورمالمون تحت السيطره معنا. تفضل. العقيد اليحمدي من وزارة الدفاع. إلى جانب المجهود الوطني في الدفاع عن حرمة الوطن ومقاومة الإرهاب، تساهم وزارة الدفاع الوطني في مجابهة الكوارث الطبيعية. ومنذ يوم 29 جويليا الفارط معناها اندلعت الحرائق في عديد المناطق من الجمهورية التونسية، خاصة بجهة بنزرت، سجنان وبرقة وعين دراهم وجندوبة. وكانت معناها وحدات الجيش الوطني جاهزة وتدخلت في أجال قصيرة برشا بجميع الوسائل المتوفرة، وسائل معناها سيارات، شاحنات، جرافات، وقامت معناها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المتواجدة واللي هي دخلت الحماية المدنية، الحرس الوطني، الغابات، وقامت بالمهمة متاعها وبإجلاء العديد من المواطنين، بعزل العديد من التجمعات السكنية باستعمال الجرافات المتوفرة، بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية باستعمال وسائل جوية، باستعمال وسائل استطلاع جوية باش تكشف مناطق النيران وتدلنا وين مش نوجهوا الافراد، خاطر ديما الكشف الجوي يجي خير من الكشف الارضي. وساهمنا في هذا النشاط بتوفير ما يقارب 500 عسكري معناها موزعين على جميع القطاعات، وزعناهم على 4 قطاعات: قطاع سجنان، قطاع برقة، قطاع عين دراهم، وقطاع جندوبة. وبكل قطاع نوجدوا قيادة ميدانية، معناها رتب عالية، قيادة ميدانية متواجدة على عين المكان، أولا للتنسيق معناها المباشر مع الجهات المتدخلة لرد الخبر لقاعات العمليات، باش إذا كان ثم معناها حاجة إلى معناها تعزيزات وقمنا بها، طلبوا تعزيزات قمنا بها. الوسائل اللي وفرناها قلنا 500 عسكري، 40 بين سيارة وشاحنة، منهم شاحنات ساهمت في إخلاء المواطنين في جهة كابسيرات وجهة عين دراهم.
ساهمنا ب5 جرافات كبار وموزعين زاد على القطاعات ال4. ساهمنا ب5 حاملات دبابات اللي قاعدة تنقل في الجرافات من مكان إلى مكان. كما قمنا أيضا بطلب من السادة الولاة بنقل جرافات تابعة للتجهيز أو لمقاولين مدنيين، نقلناهم من أماكن إلى أماكن باش ساهموا في إخماد النيران. إلى جانب ذلك وفرنا زاد وسائل جوية في خلال الفترة هذه قامت بما يقارب 120 طلعة لإخماد النيران و20 طلعة استطلاع. عندنا وسائل جوية تطلع تكشف لنا معناها أماكن النيران وتورينا وين نجموا ندخلوا. إلى جانب معناها تدخل لإخماد الحرائق ثم عناصر قاعدة تقوم بالحماية، فك العناصر اللي قاعدة تطفي المدنيين ولا الحماية المدنية والجيش، خاطر ثم تهديد إرهابي، ثم ناس قاعدة تطفي، ثم ناس قاعدة تحمي. إلى جانب ذلك عندنا معناها عناصر احتياط موجودة بجميع الثكنات جاهزة للتدخل عند